الحديد الجزائري يروح من عند توسيالي من وهران يروح لتركيا اسطنبول، ومن اسطنبول يروح لاسرائيل. نعم، الحديد الجزائري يروح لاسرائيل. ومن بعد كيقول لك الحكومه يقول لك احنا ضد اسرائيل وتصفي اسرائيل. يا ربي تدعم في اسرائيل، تصفي اسرائيل تمسخر بيها. تدعم في اسرائيل من خلال تركيا، الدراهم تبعثهم لتركيا، والحديد تبعثه لتركيا، وكل حاجه تروح لتركيا، والقماش يروح لتركيا وتبعثه لاسرائيل. انت تعاون في اسرائيل على طريق تركيا، وتجينا تلعب لي رايري تقول لنا ضد اسرائيل. ما تهبلوناش. قلت لكم سبب خرابنا هو تركيا وتوسيالي. الان امريكا، التقرير الامريكي رايحين يديروا لنا حصار دولي على الحديد الجزائري. الان يخرج قرار من الاتحاد الاوروبي ومن امريكا ممنوع يخرج بارة حديد من الجزائر. خاطركم تقولوا تزخوا تقولوا 2 ملاير و7 ملاير و4 ملاير الحديد راه نصدروا فيها. الان تولوا تصدروا لانه سياستكم غبيه. امريكا الان ستصدر قرارات تمنع بيع الحديد الجزائري، يفرضوا على حصار قال الجزائر قاطعوها في الحديد لانها اغراق السوق العالميه وراهم يديرونا في كذا كذا. المهم يديرونا التهم، يولي الحديد الجزائري ممنوع يتباع في الخارج. بعد ذلك روح كونوا انت، روح اعطيه توسيالي اسمحوا لي عشانا خلاص دا الشكاره والان راهو راح ابن غازي. معناتها الحديد اللي راكم تلعبوا عليه في وهران وراكم حاسبين بلي مصنع الحديد راح يموت لنا كي الدبل سيس.